كنطلقوها بالدلاك ديالنا اولا بكف الايد ديالنا باش كتهبط شويه الزبده. كنطلقوها واحد طلقه وحده بالدلاك. بالنسبه للعجين غنجيبو الميزان غنعبروها، لحقاش كنعبرو حنا العجين مخلط ماشي دقيق، كنعبرو جهد كيلو ديال العجينه باش كتجينا العجينه مورقه. انا هنا راني نقصت من العجينه كميه 500 غرام من العجينه المعجونه. هنا كنطلقوا العجينه بيدينا، كنضيفوا لها الزبده اللي ورقناها بالدلاك وكنجمعوها على شكل برقيه هكايا مربعه. هاد العجينه راه كتجي ساهله كاع ما تخافوا منها. بالنسبه للعجينه المتبقيه راني ضفت ليها 250 غرام ديال الزبده، لحقاش نص كيلو ديال العجينه معجونه ضفت ليها 250 غرام ديال الزبده. حتى هي غنطلقوها ونخليوها في مجمد. غنبداو على بركه الله نطلقوا العجين الطلقه الاولى، كنجمعوا الجوانب الجنب الاول على الثاني، الطرف الاخر تا هو كنجمعوه ونطويوها على هذا الشكل. الطلقه الاولى كنديروا شويه ديال الطحين في طاوله العمل، ما كنكثروش الطحين باش ما كيخسريناش التوراق، وكنطلقوه على شكل طولي ومن بعد كنطلقوه على شكل العرض الدلاك. كنطلقوا العجين